استكشف سر التحول الخفي لخصيان الحرملك العثماني السود. في أعماق القصر العثماني كان هناك عالم خفي يعج بالأسرار والنفوذ. الخصيان السود، وهم الأشخاص الذين خضعوا لعملية الإخصاء، كانوا جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم. لكن ماذا لو علمت أن بعضهم أخفى عودة تدريجية لرجولتهم؟ كان الخصيان السود مسؤولين عن جميع الخدمات المقدمة لحريم السلطان، من الحراسة الدقيقة إلى مراقبة تصرفات الجواري وتعليم أبناء السلاطين وأبناء الجواري اللاتي أنجبن من السلطان. تم جلب معظم الخصيان السود من السودان ومدن أفريقية أخرى. بعد أسرهم كانوا ينقلون إلى صعيد مصر، حيث تتم عملية الإخصاء لهم. على مر الزمن يمكن أن يتدرج الخصيان في مناصبهم داخل القصر، ويصبحون مقربين جداً من السلطان، مما يمنحهم نفوذاً يفوق نفوذ العديد من الوزراء. في بعض الأحيان لم تكن عملية الإخصاء كاملة، مما يؤدي إلى عودة تدريجية للرجولة بعد فترة من الزمن. كان الخصيان الذين تعود إليهم رجولتهم يخفون ذلك خوفاً من فقدان الامتيازات والنفوذ، وأيضاً خوفاً من تكليفهم بأعمال شاقة لم يتعودوا عليها. خلال حكم السلطان سليم الثاني في عام 1570 تم ضبط الخصي عنبر في علاقة حميمية مع خادمة تدعى لؤلؤ، التي كانت تعمل لدى راضية سلطان شقيقة السلطان. في البداية قام عنبر برشوة رئيس الحراس حسنين أغا بعدة ليرات ذهبية كي يبقي الأمر سراً، لكن بعد فترة تم ضبط عنبر مرة أخرى من قبل حارس آخر، ولم يتمكن هذه المرة من رشوة الحارس. وصل الأمر إلى السلطان، الذي أمر بطرد عنبر وجعله يعمل في مزرعة بعيدة بالقرب من طرابزون، بشرط أن يتزوج لؤلؤ ويعيشان هناك. في المزرعة بدأ عنبر ولؤلؤ حياة جديدة بعيداً عن الترف والسلطة. رغم الظروف الصعبة حاول الاثنان التكيف مع حياتهما الجديدة، لتصبح حياتهما درساً في الحب والتضحية، وكيف يمكن للأسرار أن تغير مصير الإنسان في الحرم العثماني.